اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة البساطة والحداقة. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بألف خير. فيديو جديد في نهار جديد غنشارك معكم فيه بوشية المغربي، كيجي مفشفش رطب احسن من السفنج، كيجي اكثر من رائع. تبعوا معي الفيديو باش تشوفوا الطريقة وكذلك المقادير، ونبداو على بركة الله. وقبل ما نبداو نصليو على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كناخذ واحد القصريه ولا العجانه ولا نتوما فاش كتعجنوا. انا درت واحد الزلافه ديال دقيق الفينو اللي هو السميد الناعم، وغندير واحد جوج زليف دقيق الفورس اللي هو الدقيق الابيض. جربوا بهذه الطريقه كيجي رائع وكيجي مفشفش. وبغيتو ديروا قد الدقيق الفينو قد الدقيق ديال الدقيق الابيض هكا الفورس، ديروا قد يمكن لكم. انا درت هنا زلافه ديال دقيق الفينو وجوج زلايف ديال الدقيق الابيض. نتوما بغيتو ديروا قد ديروا ممكن. غنمزج داك الدقيق مع بعضياتو، وغادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال السكر سنيده. تقدروا تعوضوها نتوما بالعسل، ما درتش بزاف حقا ديال السكر سنيده، راه غير شي شويه ما كاملاش، معلقه صغيره. كي قلت لكم تقدروا تعوضوها بالعسل، تقدروا تستغنيو عليها كاع بصفه نهائيه. هنا درت الملح كتبقى على حسب الذوق، تقريبا واحد المعلقه صغيره. هنا غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، الا كانت عندكم المعجونه حتى هي ديروها. دابا الحال سخون، وضفت واحد المعلقه صغيره ديال حليب بودر. جربوا حليب بودر هكايا في البوشيار ولا في المخمار ولا في البطبوط، راه كيعطي واحد الهشاشه وكيعطي واحد المذاق، وحتى في المسمان ولا الرغايف كيعطي واحد المذاق رائع، كيبنو وما كيجيش هكا ملوك ولا معجن. صافي غنجمع بالماء دافئ. الا كان الحال سخون راه تقدروا تجمعوا غير بالماء بارد. دابا الحال بدا شويه كيدفى، يعني ما بقاش داك الحراره كيف كانت في الاول. يعني درت الماء دافئ، يعني غادي البروده. صافي غنجمع فيه. كي شفتوا درت في الاول زلافه كامله خويتها، وعمر الزلافه الثانيه. وغنضيف دابا بالتدريج. كي كنقولوا في الاول كنحاولوا نغدروا ديك العجينه هكا، كنجريوها، يعني ماشي كنجريوها اكثر من القياس، كنجريوها بهذه الطريقه هذه. من بعد ملي غنبقاو نجمعوها هكا بيدينا كنديوها كنجيبوها راه كتبدا تنشف وكتبدا تجمع، حيت الدقيق الفينو كيتشرب وكذلك الفورص. صافي غنبقى نجمع هكا بيدي وانا كندخل الماء بشويه بشويه بالتدريج. وهذا السر باش كيجيكم داك البوشير مفشفش، ما كيجيكمش مدقص وما كيجيكمش ملوك هكا في الفم، كيجيكم مشفنج يعني مفشفش كي كنقولوا، احسن من الشفنج كيجي صراحه. جربوه وردوا عليا الخبر، تبعوا هذه الطريقه وغتشوفوا النتيجه غترضيكم. صافي كي شفتوا هذاك النصف ديال الزلافه اللي خليت حدايا ديال الماء، كل مره كنهز منه شويه وكندخلو هكا في العجين وكندلكو، يعني ماشي كنعطيها شي يدلك، راه غير كندخل الماء هانتوما كتشوفوا. وبالنسبه اللي عنده العجانه راه كيبقى يضيف الماء بالتدريج حتى كيشوف العجين ترخفات. صافي كيكتفي. صافي هنا ملي كنشوفوا العجين تطلق معانا وطلق لنا داك الخيط مزيان، غطيته كي شفتوا خليته واحد 10 دقائق ورجعت ليه. درت ليه تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال زيت المائده. كانت عندكم زيت الزيتون متوفره ديروها، انا درت غير زيت المائده تقريبا واحد المعلقه كبيره. غنحاول ما امكن ندخلها في داك العجين هكايا، كندخلها مزيان داك الزيت هكايا في داك العجين، وغنعاود نغطي عليه ونخليه. صافي هنا كنخليه كيختمر للمره الاخيره. انا ما خليتوش اختمر يعني بزاف، يعني خليته غير شي شويه، يعني تقريبا بين ما عجنته وبين ما طيبته تقريبا شي نص ساعه هكاك، يعني بديت كنطيب. هو راه كل ما اختمر كل ما كيجي ناجح اكثر واكثر. الا درتوه هكايا بالفرص بدقيق الفينو، اما بلا درتوه بدقيق القمح راه ما كيبغيش يبقى يختمر بزاف. هنا كي شفتوا قسمت العجين على شكل كريات، نتوما والقياس اللي بغيتو والعدد اللي بغيتو. انا درتهم هنايا متوسطين، نتوما بغيتو ديروهم صغار بغيتو ديروهم كبار، يعني لكم الاختيار. وكنستعنوا بزيت المائده باش كنبغيو نقطعوا هكايا داك الكريسات. وكي شفتوا انا شكلتهم كاملين وغادي نبدا نقرص. صافي غير شكلتهم، درت المقله كتسخن بديت كنقرص. يعني بغيتو نتوما تخليهم عاوتاني في هذه المرحله واحد 5 دقائق عاد تقرصوهم ممكن.
صافي هنا استعنت بداك الورق ديال الطبخ. غير بالنسبه للمبتدئات بحال هكا اللي ما كيعرفوش هكا يهزوا هكا العجين كيعوج ليهم، ولا هذه طريقه عمليه. كتقطعي هكايا ولا كتخدمي بداك ديال الاير فراير. داك الورق ديال الاير فراير تيكون دائري حتى هو تخدمي به. صافي كنوضعوه كي كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله راه كيجي كله منبل، كيجي كله نبابل. هنا باش كتعرفوا العجين راه ناجحه معكم، وكيجي مفشفش وكيجي رطب. وبالنسبه اللي كيتحكم هكا في العجين راه يقرصها ديريكت هكا فوق القصريه ويديرها فوق المقله مباشره. انا هادشي اللي كندير، انا غير وضحت بحال هكا البنات المبتدئات يخدموا هكا ورق الطبخ. تبارك الله حدقات راه عرفات. وشو ما شاء الله كي كيجي راه كيجي كله نبابل، كيجي ناجح معكم 100%. مع واحد البريريد ديال اتاي ضروري راه كيجي ولا اروع. صدقوني جربوه بهذه الطريقه غينجح معكم ويولي معتمد عندكم. واللي عجبو الفيديو ما يبخلش عليا بواحد اللايك فضلا وليس امرا، باش كتشجعوا الفيديو تقترح على ناس اخرين. الله يجازيكم بخير. وكذلك اللي شاف القناه وعجباتو انضم للقناه، مرحبا والف مرحبا. وانضم للعائله، مرحبا بك. ضغط على زر الاشتراك باش يوصلك كل ما هو جديد. وكذلك اللي عجبكم الفيديو واحد بارطاج للاصدقاء والاهل والاحباب باش كتعم الفائده فضلا وليس امرا بطبيعه الحال. كنشكركم على التعاليق ديالكم، كنشكركم على المتابعه ديالكم. الا قلنا بوشيار قلنا الزبده والعسل، وكاين اللي كيدير زيت الزيتون والعسل حتى هو كيجي زوين. انا كيعجبني بزيت الزيتون صراحه والعسل احسن من الزبده. بالنسبه هكا اللي كضروا المعده ولا هكا تقدروا تذوبوا هكا الزبده مع شويه ديال الزعتر ولا الزعتره، كتصفيو وكتضيفوه للعسل حتى هو تيجي زوين. وكان هذا هو البوشيار ديالنا، كيجي ولا اروع، كيستحق تجربه. ديروه في الذكرى المولد النبوي. شو ما شاء الله كيجي راه كيجي مفشفش، كيجي احسن من الشفنج. نتوما بغيتو تخليوه غليظ يعني يكون فيه البابه عليا انا خليوه، انا ما كتعجبنيش بحال هكا غنخلي البابه بزاف. شو ما شاء الله كله كيجي هكايا مخرج من الوسط، ما كيجيش معجن، ما كيجيش ملوك، كيجي رطب، كيجي رائع. وداك حليب بودر اللي درناه في العجين كيعطي واحد المذاق رائع، كيعطي واحد البنه. صدقوني جربوه وغادي يعجبكم وغتعتمدوه. ودغيا كيوجد معكم يعني ما كيستغرقش واحد الوقت طويل. كي قلت لكم راه دغيا كيوجد. ما تجي تعمري اتاي تتكوني هكايا وجدتيه وبديتي كطيبي فيه. وما تبخلوش عليا بلايكاتكم. الله يجزيكم بخير فضلا وليس امرا. وكذلك بارطاج الاصدقاء والاهل والاحباب باش كتعم الفائده والفيديو كياخذ حقه في المشاهده. وإلا شفتوا القناه كتستاهل واحد بارطاج باش كتدعمونا وكتزيدونا القدام نعطيو اكثر واكثر. وشكرا لكم، شكرا للتتبع ديالكم، شكرا للتعاليق الزوينه واللي يخدكم عليا. الله يجعلها محبه بيناتنا دائمه. وهنا غينتهي الفيديو ديالنا، الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير والى اللقاء.